الواحد كل ما بيكبر في السن، خصوصا لو هو كان بدأ قراءة من وهو صغير قوي، بيبدأ على مر الزمن يكتسب قدرة على إنه يعرف ينتقي الكتب اللي عايز يقراها. ما بقاش بيتشد بسهولة للعناوين المشهورة اللي أغلب الناس بتشوفها، بيبقى بيكي أكتر أو انتقائي أكتر في أذواقه، عارف بالظبط إيه الحاجة اللي هتعجبه والحاجة اللي مش هتعجبه، حتى لو الحاجة اللي مش هتعجبه دي ترند دلوقتي أو مشهورة وكل الناس بتحبها. كنت فاكرة إن أنا بعد ما بدأت قراءة ب 15 أو 16 سنة تقريبا هيكون عندي خبرة أكتر في إن أنا أنتقي الكتب اللي أنا عايزاها، بس للأسف في المجمل كده قراءاتي السنة دي كانت مش أحسن حاجة. الافريج ريتنج بتاعي السنة دي هو السنة لسه ما خلصتش، بس فيبل بيقول لي إن هو تقريبا 2.9. ده معناه إن أغلب الكتب اللي قريتها ما عجبتنيش، كانت 2 or 3 stars. حتى لما فكرت وأنا بعمل فيديوهات نهاية السنة إن أنا عايز أعمل فيديو بتكلم فيه عن أكتر كتب ما عجبتنيش، وبعد كده فيديو أتكلم فيه عن أكتر كتب عجبتني، ما لقيتش فيه محتوى أتكلم فيه عن الكتب اللي عجبتني، لأن ممكن يكون الكتب اللي اديتها 5 stars طول السنة كتابين تقريبا، وده أحبطني شوية. بس لما رجعت أبص لورا حسيت إن أنا برغم إن الريتنجز بتاعتي ما كانتش حلوة قوي، بس أنا ما زلت كنت مستمتعة بعملية القراءة، حتى لو الكتاب اللي كنت بقرأه كان مضايقني شوية، بس أنا قدرت أكمله للآخر. السنة دي أنا قريت 24 كتاب أكتر من السنة اللي فاتت، هو ما زال التوتال بتاعي لحد دلوقتي قليل. برضو كل ما الواحد بيكبر في السن كل ما بيبقى عنده مسؤوليات أكتر، بيبقى عنده مشاغل في حياته أكتر بتعيقه عن هواياته اللي كان زمان بيقدر يمارسها بحرية. فأنا بالنسبة لي الجول اللي وصلت له السنة دي يعتبر عالي جدا 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 وفوق توقعاتي، وده أهم حاجة بالنسبة لي، إن أنا أرجع أحب الهواية اللي كنت بعملها زمان، ما احسش إن هي لود عليا، ما احسش إن هي بقت تاسك لازم أأديه عشان أقول على نفسي شخص بيقرأ. أنا بقرأ في الوقت اللي أنا حاسة إن أنا عايزة أقرأ فيه، لأن أنا مود ريدر. واللي يزعل أكتر من الكتب اللي ما عجبتنيش هي بقى الكتب اللي أنا كنت حاطه لها اكسبكتيشنز عالية قوي، وكنت ماسكاها وببدأها وأنا متوقعة إن أنا هنهيها وأنا سعيدة، وكانت مخيبة لتوقعاتي. فقبل ما نتكلم في فيديو تاني عن أسوأ كتب قريتها السنة دي، هكلمكم النهاردة بقى عن أكتر الكتب المحبطة اللي قريتها في 2025. أنا أريج، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ويلا بينا. هنلاقي كتير كتب رومانس. الماركتينج دلوقتي بقى بيعتمد كله على فكرة التروبس، ان واحد بدل ما هو يوصف كتاب بالديسكريبشن اللي بيتكلم عنه، لا بقى بيوصفه بان هو مثلا enemies to lovers او friends to lovers او marriage of convenience او fake dating، والتروبس بتاعت there's only one bed او who did this to you. كلها بقت حاجات مش بتتكلم عن القصة نفسها. محدش بقى عارف الكتاب الرومانس اللي هو بيبدأه بيتكلم عن ايه بالضرورة، بس لا، اصل احنا عارفين ان الكتاب ده فيه الوان بيت تروب. واجهت المشكلة دي مع كتب كتير الفترة اللي فاتت. اول واحد هنتكلم عنه هو First Time Caller لبي كي بورسون، اللي بالمناسبة كتبت كتاب اتشهر قوي الفترة دي اسمه Good Spirits، هو رومانس برضو بس فيه شوية فانتسي ومناسب للأجواء بتاعة نهاية العام والكريسماس. بيتكلم عن واحدة حبت الجوست اوف كريسماس باست، اللي هو مستوحى طبعا من قصة A Christmas Carol لتشارلز ديكنز، فهو دمه خفيف شوية، لكن أنا بصراحة ما قريتوش ومش مهتمة أقراه، لأن بعد First Time Caller أنا مش مهتمة أقرأ أي حاجة خالص لبي كي بورسون. في مشكلة بتقع قدامي كتير، كانت بتقع قدامي زمان اكتر لما كان اغلب الكتب رومانس traditionally published، يعني في امبرنت او في دار نشر معينه مسكت الكتاب ده وقررت ان هي تنشره، فكان بيبقى فيه نوع من التزويق للكتاب، او ان هم يحاولوا يكلين اب يخلوه مناسب اكتر لديموغرافيك اوسع. فده بيخلينا حاطين مسافه ما بيننا وما بين الشخصيات، لان الشخصيه عشان تكون applicable، عشان تكون relatable اكتر من حد من خلفيه مختلفه يقدر يتعاطف معاها او يفهمها، بتتجرد من حاجات كتير بتخليها هي الشخصيه دي نفسها، ان احنا نقدر نصدق ان هو حد حقيقي. بتبقى زي سيلف انسرت، يعني شخص موجود كده بلاند، ملوش طعم، ملوش ميزه، ملوش مميزات او شخصيه ممكن نحط او نتخيل نفسنا احنا مكان الشخصيه الرئيسيه دي. فكتير قوي كان بيعدي عليا traditionally published romance بحس فيه الاحساس ده، ان انا مش عارفه اكونكت مع اي حد من الناس الموجوده في الكتاب، لان هما بيحاولوا يبقوا مالهمش شخصيه عشان احنا نقدر نتقبلهم، ما نقدرش نكون عنهم راي قوي ممكن يخلينا ما نحبهمش قوي. حسيت ده في First Time Caller قوي. هو ككتاب مكتوب كويس، البلوت والبيسنج بتاعه كويس، وصل للنهايه اللي هو بيحاول يوصل لها من البدايه، كل حاجه رابط اب كويس جدا، مفيش لوس اندز، مفيش حاجه اتثابت. انا مشكلتي معاه ما كانتش طريقه الكتابه ولا البيسنج خالص، مشكلتي كانت ان مفيش فليفر، مفيش طعم، مفيش سبايس. حاسه بروتينيه ورتابه جدا في طريقه الكتاب، ان الشخصيات دول مش مميزين في حاجه. في حاجات بصراحه ومواقف كانت بتحصل فيه كانت محرجه جدا. فكره ان القصه بدات اصلا عشان واحده عندها بنت تقريبا عندها 12 سنه، البنت
البنت دي حست ان امها وحيده قوي في حياتها، مش بتحاول ترتبط بحد او تلاقي حد تحبه ويحبها بعد فشلها في علاقتها الاولى، فبتروح تكلم قناه راديو مختصه بالديتنج او العلاقات، وبتشتكي من مشكله امها دي، وامها بتكتشفها وهي بتعمل كده وبتاخد منها التليفون تكمل المحادثه، وبتخوض بقى محادثه مع المتحدث بتاع قناه الراديو دي. والمحادثه دي ناس كتير اتكلمت عن ان هي من احسن المحادثات اللي اتكتبت في كتاب رومانسي، ولكن انا حسيت بسكند هاند امبارسمنت قوي جدا 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 وانا بقراها، لان مش متخيله ان دي حاجه ممكن تحصل في الحقيقه. حاجه من الحاجات اللي انا اقدر اقول عليها كرنج، ومش الكرنج اللي هو لما بشوف الناس بتعمله اقول عليه كرنج وانا لما اعمله ما اقولش عليه حاجه، لا هو فعلا كرنج في العموم. ما كانش فيه اي كيمستري بين الشخصيتين، حسيت ان الشخصيه الميل مين كاركتر الراجل كان شخصيته ضعيفه قوي بصراحه، وما كانش بياخد اكشنز بجديه. فاول ان اول في النهايه الكتاب ده بصراحه ما كانش ليا، برغم ان هو تلقى اعجاب كبير واخد ريتنجز كتير كويسه قوي من ناس اعرفها كمان شخصيا. هو اسم على مسمى problematic summer romance. الكتاب ده كان problematic جدا بصراحه، ومدعاه للمشاكل والقلق من الافكار اللي ممكن تتحط في دماغ البنات الصغيره ان هي تتخيل وتتوقع ان ده المسار الطبيعي لاي علاقه رومانسيه. الي هيزلوود كتبها في العموم ما كانتش ليا خالص. السلسله اللي عملتها في البدايه اللي بتركز اكتر على الستم والستات في الستم والعلاقات اللي بتدور بينها وبين شخص في مكان العمل بتاعها، ما كانتش من الكتب اللي عجبتني. كانت مكتوبه بطريقه كانها فان فيكشن، ومش الفان فيكشن الكواليتي بتاعته حلوه، هو فان فيكشن رديء، وكان باين الشخصيات اللي هي بتتكلم عنها كانت المفروض تبقى فان فيكشن عن مين في الاساس. ما كنتش بستمتع بيه خالص، بحس ان هو طفولي، ان شخصيات في اواخر العشرينات او الثلاثينات من عمرها بتتصرف بطريقه كانهم لسه في مدرسه اعدادي او ثانوي، ما كانتش مقنعه عليا. بس الفالنتاين اللي فات جالي كتاب هديه ليها Not in Love، وكان في سلسله مختلفه خالص عن الجو ده، واستغربت ان هو عجبني بصراحه. الكتاب كان كويس جدا، طريقته مكتوبه حلو، الشخصيات كانت بليفبل وكانت مقنعه، وكان في كيمستري حلوه جدا بينهم. استمتعت بيه جدا لدرجه ان انا قررت اني هقرا الجزء الثاني في السلسله. هي مش سلسله يعني، هي كتب ستاند الونز ممكن كل واحد يتقري لوحده، بس الكتاب ده المفروض ان هو بيتبع شخصيات احنا قابلناها في الجزء الاولاني. كنت متحمسه جدا ليه لان انا استمتعت فعلا جدا بنوت ان لاف، ولكن مشاكلي معاه بدات من البدايه. والبيسنج بتاعه مش سهل ان واحد يعرف يكتب كتاب باتنين تايم لاينز مختلفين فيهم واحد فلاش باكس بطريقه كويسه تقدر تخدم القصه. ما لقيتش ده معمول كويس خالص في الكتاب. فكره ان في ايج جاب، والايج جاب بصراحه كانت مش مريحه خالص، ان واحد عنده 35 سنه قابل واحده عندها 20 او 21 سنه، وبمرور السنين هي بتحبه، وبعد كده هو بيبقى خايف ان هو مش عايز يدخل في علاقه مع واحده صغيره قوي كده، ان هو يكون بيمانيبيوليت بيتلاعب بيها، وهي بتفضل تاكد له طول الكتاب ان فعلا هي ناضجه كفايه ان هي تاخد قراراتها بنفسها وما عندهاش اي مشكله في حاجه زي كده. ما ارتحتش برضو لكل التبريرات وكل التاكيد ده، حسيت برضو ان هي ما زالت مش عاقله كفايه ان هي تقدر تاخد قرار زي ده. فتره طويله من الكتاب قضيناها في ان هي بتحاول تسديوس هيم، بتحاول تعجبه وتلفت انتباهه، وهو بيحاول بقدر الامكان انه يتجنبها، لدرجه وصلتني لمرحله ان انا حاسه ان هي بقت بتسترخص نفسها. هي يعني شايفه واحد رافضها كل الرفض ده وكل المحاولات دي، وما زالت مستمره في المحاولات، ومتاكده ان هو بس بيعمل كده عشان يحميها، مش بيعمل كده عشان هو مش عايز يبقى في العلاقه. لما قريت عنهم في الكتاب الاولاني كانوا ممتعين اكتر من لما دخلت جوه دماغ الشخصيات نفسها وشفت الراجل دماغه عامله ازاي. والامانه هو باين ان هو كبير، يعني من تصرفاته باين ان هو شخص مش ملم بالثقافه اللي موجوده دلوقتي ما بين الكوميونتي بتاعه الجين زي. باين ان هو في جاب كبيره جدا في التفكير بينه وبينها، وان هم يعني eventually لو احنا هنتخيل ان دي happy for now story مش happily ever after، ان هم كمان 6 شهور سنه بالكتير بصراحه هيكتشفوا ان هم مش compatible مع بعض ومش هيكملوا، وان دي كانت طيش شباب منها، وممكن يكون بريشر عليه ان هو حاسس انه مجبر يدخل العلاقه دي عشان ما يزعلهاش. اللي زعلني قوي الحقيقه واللي كنت داخلاه وانا متوقعه انه هيعجبني جدا لان البريمس بتاعه كان حلو، بوك لافرز لإيميلي هنري. إيميلي هنري كان عندي مشاكل معاها في البدايه، كان في كتب بتعجبني وكتب ما بتعجبنيش خالص. يعني في كتب بتعجب ناس كتير قوي بلاقيها مش عاجباني، زي فاني ستوري وبيتش ريد اللي اتكلمت عنهم اكتر في فيديو، ممكن احط لكم اللينك بتاعه فوق. عندي مشكله لاحظتها من فتره كمان مع إيميلي هنري، ان انا بحس ان المين كاركترز بتوعها هم كلهم نفس الشخص، يعني هي بتكرره وبتعمل له كوبي بيست في كل الكتب. هي مش بالضروره شخصيه ستيريوتيبيكال او شخصيه مزعجه، هي شخص لطيف ما عندوش حاجات مميزه من اللي احنا متعودين نشوفها في التروبس بتاعه الكتب الرومانس، دارك برودنج ومقموص وما
مش وtouch her and you'll die وaggressive وdominant وpossessive والكلام ده، لأ بيبقى بني آدم عادي الaverage بني آدم اللي أنت هتقابله في أي حتة في الشارع، فهو مش شخص وِحِش، ولكن أنا زهقت من إن أنا عمّالة أقرا 5، 6 كُتب بنفس بني آدم تاني. الfemale main character كانت متنوعة شوية، لكن في النهاية هي بترسي على إنها الشخص الbubbly اللي بيحاول يهزر، ولكن في الواقع عنده trauma دفينة مش بيتكلم عنها إلا في اللحظة المناسبة في الكتاب. للأسف الplot نفسه ما كانش متطبّق بطريقة حلوة، أنا كنت متخيلة حاجة تانية خالص في دماغي، إن 2 مؤلفين أو 2 editors بيحاولوا يراجعوا نفس الرواية مع بعض، إن هو collective effort، إن هيكون في meet cutes، هيكون في مواقف لطيفة، هيكون في clash أو صراع ما بينهم في العملية بتاعة الediting دي، هيكون في conflict بينهم في الشغل. الحاجات دي كلها ما لقيتهاش، لقيت إن هم كأنهم اتقابلوا بالصدفة وما فيش أي مشاعر بينهم، ومجرد إن هم بيتحطوا في مواقف تخلّيهم يتعاملوا مع بعض، ففي النهاية التطور الطبيعي كان إن هم يحبوا بعض، بس أنا ما حسيتوش تطور طبيعي، ما حسيتش إن أنا شُفت بعيني إن هم بيحبوا بعض فعلًا، هم فجأة بقوا بيحبوا بعض كده من غير أي مقدمة. للأمانة مش هانكر إن أنا في نهاية الكتاب عيطت زي ما باعيط في أغلب نهايات كتب إيميلي هنري، لإن هي بتركز على الجانب العاطفي الemotional أكتر من الجانب الرومانسي، فبيبقى سهل جدًا الواحد يعيط، لإن هو general fiction أكتر منه romance. بس لو أنا هارشح لكم كتاب يعجبكم أحسن من book lovers هيكون People We Met on Vacation أو Happy Place. للذكر العابر كده Swift and Saddled أعتقد ده الكتاب التاني في سلسلة لايلا سيج اللي بقت مشهورة أوي الفترة دي بسبب ما أعرفش طلع resurgence أو بدأ استعادة لكتب الكاوبويز بدأت تعجب الناس تاني، فالسلسلة دي أنا باشوفها في كل حتة، ودي من الكتب اللي قريتها بسبب الهايب. كان كتاب صغير جدًا بصراحة، أعتقد إن هو ما كمّلش 300 صفحة، الaudio book بتاعه خلص في ساعتين ونُص، فهو كان كتاب عابر سهل جدًا، بس أنا لاحظت بصراحة إن كان في شوية حاجات كده مش طبيعية خالص، مش المفروض تكون بتحصل عادي وإحنا بنتعامل معاها عادي وبنتجاهلها، زي إن كان في تعليقات سخيفة جدًا بصراحة من الشخصية الرئيسية البنت، إن هي كانت بتقول على بنات slurs مصطلحات ما ينفعش تتقال في العادي، إن هي بتحاول تبين لنا إن هي مش الشخص اللي مش friendly اللي ما عندوش صحاب، لأ هي فعلًا شخص introverted وما بيكلمش الناس وما بيتعاملش كويس وما بيعرفش يتصرف في المواقف الاجتماعية، بس بصراحة هي كانت قلة الأدب أوي، وكانت rude وكانت بتقول حاجات ما ينفعش تتقال في العادي، وبصراحة هي لو قالتها الناس هم فعلًا الناس مش هيكونوا عايزين يبقوا أصحابها، يعني هي المشكلة مش عشان هي introverted، المشكلة عشان هي قلة الأدب. كان في برضه representation وِحِش أوي للmental illness هنا، كان تقريبًا بيتكلم عن الdepression أو الanxiety، إن هم بس مجرد بييجوا يقولوا الشخص ده عنده depression أو الشخص ده على antidepressants، لكن إحنا مش بنشوفه عنده depression، مش بنشوفه بيروح لtherapist، مش بنشوفه بيstruggle مع بعض الحاجات برغم إن هو بياخد دوا وmedicated وكل حاجة، بس طبيعي جدًا إن أي حد عنده mental illness بيمُر بphases بمراحل، هو بييجي له فترة بيبقى طبيعي شوية، بيبقى مرتاح، بيبقى تمام مع الdrugs ما عندوش أي مشكلة، وأكيد هتعدّي عليه phases وepisodes في النُص الموضوع بيزيد فيها برغم إن هو بيروح لدكتور، بيروح لtherapist، بياخد علاج. الrepresentation بصراحة كان كأن حد قرا كلمتين عن الmental illness قال أنا عايز أحط representation حلو في الكتاب بتاعي ما اتعملش قبل كده، فراح عامل ده. آخر واحد في الرومانس اللي اتكلمت عنه باستفاضة أكتر في الvlog بتاعة الMagical Readathon، ممكن أحط لكم اللينك بتاعها فوق، Left of Forever لتارا دويل. أنا ما قريتلهاش أي حاجة قبل ما أقرا لها الكتاب ده، ولكن لما قريته ما عجبنيش خالص. يمكن مشكلتي الأكبر كانت مع الفرق في السن بيني وبين الmain characters، إن هم كانوا تقريبًا في نُص أو أواخر التلاتينات، ما قدرتش أrelate ليهم في حاجات كتير، في مشاكل كتير، وكانت القصة بتدور أكتر حوالين فكرة الsecond chance، إن 2 كانوا بيحبوا بعض وهم صغيرين أوي، اتجوزوا بسرعة، خلفوا بسرعة، وبعد كده اكتشفوا إن هم بيgrow apart، بقوا مش شبه بعض وبينفصلوا عادي، بعد ما يكبروا خالص وابنهم بيكبر ويدخل الكلية بيبدأوا بقى يفضوا لنفسهم ويفتكروا هم بيحبوا بعض قد إيه وعايزين يستعيدوا الذكريات بينهم وبين بعض. بس حسيت إن كان في commentary تعليقات شوية ضايقتني عن فكرة إن الواحد لما بيتجوز صغير أو لما بيبدأ أسرة صغير بيضطر يضحي عن حاجات كتير في حياته. أنا متفهمة إن دي حاجة حقيقية فعلا، الشخص لازم يضحي عشان حاجات مقابل حاجات، بس هم كانوا بيصوروا الموضوع كأن خلاص لو واحدة بقت أم أو واحد بقى أب هو خلاص أحلامه وطموحاته كلها انتهت، إن هو هيضطر بقى يعيش العيشة اللي تخلي أولاده سعداء على حساب حياته الشخصية، على حساب سعادته هو، مع إن كان ممكن يحصل compromise، ممكن يحصل مساومة أو تفاهم بين الطرفين مقابل إن كل واحد منهم يقدر بقدر الإمكان يحقق اللي هو عايزه ويخلي ولاده عايشين حياة سعيدة. فالريبريزنتيشن ما عجبنيش، وحسيت إن برغم إن الشخصيات كبيرة ولكن دماغهم كانت بسيطة قوي وتفكيرهم كان childish طفولي ومش ناضج كفاية، اللي هي مصطلح اللي بيقولوا عليه growing up precocious means not growing up at all. الشخص لو كبر زيادة عن اللزوم، لو اتحط في موقف محتاج يكبر فيه ويتصرف بنضج زيادة عن اللزوم، للأسف بيفضل محشور عند المرحلة دي في حياته ومش بيكبر بعدها أكتر من كده. الرومانتسي أنا ما قريتش منه كتير السنة دي بعد الخداع اللي اتخدعته السنة اللي فاتت وكل الكتب الوحشة اللي قريتها، لكن للأسف الكتب الرومانتسي القليلة اللي أنا قريتها يمكن نصهم محطوط هنا في الليست. Divine Rivals اللي بصراحة
بصراحة لحد دلوقتي مش قادرة أفهم إزاي هو محبوب أوي كده وناس كتير مستمتعة بيه، لإن هو من الكتب اللي أنا لمّا قريتها ما حسيتش بأي حاجة. الكتابة كانت رومانسية زيادة عن اللزوم، كانت الطريقة الflowery بتاعة بدايات ال2010 كده اللي ناس كتير كانت بتحب تكتب بيها، بس هي ما بقتش موضة دلوقتي، وأنا مش باقول إن الحاجة لازم تكون موضة عشان الناس تعملها وتعجبنا. العلاقة أو القصة نفسها كانت romanticized زيادة عن اللزوم، هم بيحاولوا يحسسونا بأحاسيس أكبر من اللي المفروض نحسها تجاه الشخصيات دي. هي المفروض في setting fantasy، ولكن إحنا ما ركزناش خالص في العالم الفانتسي ده. هو كانت الفكرة إن هو زي epistolary romance، يعني شخصيتين بيكتبوا جوابات لبعض وهم في أماكن بعيدة عن بعض، فهم ما قابلوش بعض خالص يعني إلا مثلا في بداية الكتاب في أول 2-3% منه، وطول الكتاب هم علاقتهم ببعض بس مجرد إنهم بيكتبوا جوابات لبعض. والمشكلة إن في واحد منهم ما كانش عارف مين التاني، يعني في طرف واحد بس اللي عارف هو بيكلم مين فعلا، والطرف التاني ما كانش عارف هو بيكلم مين. وأنا مش بحب فكرة إن الواحد يكون عامل hidden identity ليه، إن حد يحب واحد وهو ما يعرفش إنه عارف الشخص ده في الحقيقة وبيحب الشخصية التانية بتاعته اللي هو بيحاول يصدرها له. هي فكرة جواز الصالونات كده، إن اتنين بيقابلوا بعض لأول مرة بيحاولوا يريبريزنت نفسهم بشكل كويس جدا عشان يعجبوا اللي قدامهم، وهما في الواقع دي مش شخصيتهم الحقيقية. فأنا ما اقتنعتش بالرومانس وما اقتنعتش بالمرحلة اللي وصلوا عندها الاكتشاف إن هما فعلا بيكلموا بعض، وبرضه فضلت عاطفتهم زي ما هي، ما تهزوش ما تأثروش بالمعلومة دي، برغم إن هما لما عرفوا إن هما بيكلموا بعض اكتشفوا إن هما كانوا أعداء قبل كده وما كانوش بيحبوا بعض. ما اقتنعتش بالعلاقة بينهم خالص، وأصلا ما كانش فيه قصة تانية، ما كانش فيه باك جراوند ستوري أقدر أتكلم عنها أقول إن هي خلتني مستمتعة أكتر من الرومانس. هي القصة كانت في وور سيتنج، يعني الأحداث بتحصل في خلال حرب، فلو حد مهتم بالستايل ده من الكتب ممكن يروح يقرا هيستوريكال رومانس بصراحة، لأن حاسة إن في أوبشنز أحسن بكتير من إن أنا أكون عالم كامل عشان أحط سيتنج كان ممكن أحطه في عالمنا إحنا عادي. إحنا ما استفدناش من الفانتسي باك جراوند دي في أي حاجة خالص. البيسنج كمان كان بطيء قوي، يعني إحنا قعدنا تقريبا 400 صفحة في حاجة كان ممكن نخلصها في أول 50% من الكتاب، وبدل ما نخليه دوولوجي نخليه كله كتاب واحد. The Stolen Heir مش رومانسي، هو فانتسي أكتر، وفي شوية رومانس. بصراحة ما أقدرش أعتبره كتاب رومانسي خالص، يعني ده حتى مش سب بلوت، ده سب بلوت. سلسلة The Folk of the Air لهولي بلاك أحسن سلسلة قريتها يونج أدلت في حياتي، وهتفضل من التوب 5 طول عمري حتى مهما قريت كتب بعد كده، لأن هي من الكتب اللي خلتني آخد اليونج أدلت بجدية، إن مش لازم أدور على كتاب أدلت أقراه عشان أحس إن الأحداث دموية أو جدية أو فيها ريسك. كنتش بلاقي ده خالص في اليونج أدلت. فكرة إن هو يتسوق كرومانتسي، هو بصراحة مش رومانتسي، هو فانتسي في الأساس، ولو حد بيدور على رومانتسي مش هيلاقيها في السلسلة دي. هو فانتسي وفي شوية رومانس صغيرين خلوا الكتاب أحلى، خلوني عايزة أقرأ أكتر، بس لو ما كانش موجود ما كنتش هعطر. كنت متخيلة إن الكومبانيون سيريز، السلسلة الموازية ليه اللي بتكمل القصة، هتكون بنفس التسلية بنفس الإمتاع. سمعت كلام إن هي مش نفس الفكرة، هي كويست أكتر. ما عنديش مشكلة في ده، أنا بحب قصص الكويست، أنا بحب لورد اوف ذا رينجز جدا، كنت داخلاه وأنا متحمسة قوي، بس بصراحة ما عجبنيش خالص. القصة نفسها البيسنج بتاعها ما كانش حلو، كانت مكتوبة أكتر كفيري تيل، مش الفيري تيل الحلوة بقى، مش الفيري تيل اللي أنا أحب أقراها، الفيري تيل اللي هي متوجهة للأطفال، إن شخص بياخد رحلة وكل مرة بيقابل كائن جديد أو شخصية مختلفة، يقضي معاها وقت صغير وبعد كده يموف اون للقصة اللي بعدها. البلوت تويست اللي حصلت في الآخر ما كانتش مقنعة خالص، وكانت واقفة على كليف هانجر مخلينا لازم نكمل الجزء اللي بعده. المضحك أصلا إن أنا عندي الجزء اللي بعده وكنت شارية الاتنين ومتأكدة إن هم خلاص بقى لازم يكونوا عندي على المكتبة وأحبهم قوي. يعني فعلا ضايقني وأحبطني وزعلني، ومش ناوية في المستقبل خالص إن أنا أدخل الكتاب اللي بعده. أعمل إيه بقى في الكتب اللي عندي؟ هنا تقع المشكلة. الثريلرز اللي قريتها أغلبها ما عجبنيش. أنا بدخل الثريلرز بصراحة ما عنديش توقعات، لأن أنا من ساعة ما بدأت قراءة ثريلرز ما فيش ثريلر أقدر أقول عليه إنه فعلا عجبني قوي قوي قوي. كلهم بيبقوا عاديين، أغلبهم بيبقوا لأ أنا مش مقتنعة بالهبل اللي بيحصل ده. ماي لافلي وايف لسامانثا داونينج أنا حضرته وقت ما اتنشر من حوالي 5 أو 6 سنين، وكان من الكتب اللي عجبت ناس كتير وناس كتير اتكلمت عنها. نفس الهايب اللي خده جون جيرل برضو لما نزل، اللي بالمناسبة أنا قريته وما عجبنيش، وشفت الفيلم وبرضو ما عجبنيش. ماي لافلي وايف بيتكلم عن 2 متجوزين هم شركاء بارتنرز ان كرايم، بس حرفيا يعني هم شركاء في جريمة، واحنا ما كناش عارفين في البداية الجريمة دي ايه، فأنا مش هحرق عليكم، لو حد مهتم يقراه ممكن يقراه عادي. مشكلتي معاه كان إنه ما عملش أي حاجة جديدة. الاندنج بتاعته كانت رابد اب بسهولة جدا، ان بعد كل البيلد اب اللي احنا وصلنا له في النهاية ده، كل المجهود اللي الشخصية النسائية بذلته عشان توصل للتارجت بتاعها اتهد في لحظة عشان حاجة عبيطة قوي. ما بحبش الثريلرز اللي بتبقى رابد اب، اللي بتبقى ملمومة في الآخر ومفيش لوس اندز وكل حاجة احنا عارفين وصلت لايه. بحس ان هي ساتيسفاينج زيادة عن اللزوم، والثريلرز
غرضها ان هي تخلي الواحد متشوق، فانا مش عايزه كل حاجه تبقى ملمومه في الاخر، مش عايزه فكره ان الجود وان وينز دايما، حتى لو الشخصيات اللي احنا بنتبعها دي مورال جراي، احنا مش عارفين هي شخصيه كويسه ولا شخصيه مش كويسه، بس عشان احنا بنتبع الشخصيه دي فلازم تكون هي الجود وان اللي عايز يوين في الاخر. للامانه البيسنج بتاعه كان كويس، انا كنت بسمع الاوديو بوك وكنت مركزه وكنت عايزه اكمل الكتاب للاخر، بس النهايه كانت محبطه جدا، وده خلاه من الكتب المحبطه بالنسبه لي. ما بقراش كلاسيكس كتير لان اغلب الكلاسيكس اللي كنت مهتمه اقراها قريتها في مرحله الدراسه بتاعتي. قريت ريبيكا السنه دي لاني كنت مأجلاه بقالي فتره طويله قوي. هو من الكتب اللي بدات الجانرا بتاع الجوثيك ثريلرز اللي هي بتبقى في اماكن فيكتوريان اكتر، بتبقى في اماكن ضلمه، بتبقى دايما الجو فيه ضباب وفيه مطره، الشخصيات مش عارفين هي بوردر لاين مجنونه ولا بتشوف حاجات فعلا حقيقيه بس في عامل سوبر ناتشرال مش عارفين نحدد ده هلاوس ولا حاجه حقيقيه موجوده. بحب الحاجات السايكولوجيكال دي قوي اللي بتكون في سيتنج مخيف شويه، بس هي مش رعب. بس مشكلتي كانت ان انا عارفه ان هو الكتاب اللي بدأ الكلام ده كله، وانه عشان كده احنا لازم نديه تقدير اكبر من حجمه عشان دي اول مره يتعمل حاجه زي كده. بصراحه القصه ما كانش فيها احداث كتير، ويمكن ده اغلب الكلاسيكس كده. اغلب الكلاسيكس بنحس ان احنا بنحط حشو لان الناس زمان ما كانش عندهم ميديا متنوعه يقدروا يقضوا بيها وقت، اغلبها كان القراءه، فما كانش عندهم مشكله يقروا كل الاحداث الممله والتفاصيل اليوميه اللي بتدور في حياه اي حد. للاسف المشكله دي مش هنعرف نتخلص منها. فريبيكا برغم ان هو ثريلر، احنا مثلا عند نقطه ال50% من الكتاب احنا عارفين المين بلوت تويست ايه، يعني احنا خلصناها خلاص، والباقي بقى هو الفولينج اكشن، هو باقي الحاجات اللي اترتبت على اللي حصل ده. احنا اصلا من اول صفحه عارفين نهايه الكتاب ايه، وبصراحه دي كانت حاجه مميزه قوي. يعني ما تخيلتش ان حد ممكن يعمل حاجه زي كده ثريلر يخليك عايز تقرا الكتاب عشان بس الرحله مش عشان نقطه الوصول، لان انت عارف نقطه الوصول هي ايه. الفايبز كانت حلوه، الشخصيات كانت مسليه وانترستنج وليها ابعاد فعلا، وانا مهتمه اقرا عن كل واحد منهم اكتر، لكن القصه ما كانتش ممتعه. وانا مشكلتي مع الثريلر ان هو قصه، هو حرفيا الثريلر قصه، فلو القصه مش حلوه للاسف كل حاجه هتترتب عليها هتكون مش حلوه، حتى لو الشخص بذل مجهود فعلا في ان هو يحاول يوصل رساله. في النهاية كتاب جنرال فيكشن هو الحقيقة متصنف ديستوبيان، بس هو الغرض منه مش انه يكون ديستوبيان، مش مثلا زي The Hunger Games او Divergent او الحياة دي، لا هو slice of life، يعني جزء من حياة شخص احنا بنتبعه على مراحل عمره كلها، بيحاول يوصل لنا رسالة، هو كومنتري او تعليق على الطبيعة البشرية والإنسانية في سيتنج ديستوبيان عشان يحاول يوصل رسالة معينة. ما حسيتش بفلسفة فيه، يعني ما حسيتش ان هو تعمق في دراسة اي حاجة او في دراسة مشاعر البني ادمين والانسانيه او الجزء البشريه بتاعتهم. حسيت ان هو كتاب عادي جدا، مجرد ان انا بتبع قصه حياه واحده في مكان غريب غير مألوف. ما توصلتش لاي معلومات جديده، ما حسيتش ان في اي تعقيب او تعليق او سوشيال كومنتري كويس على المجتمع اللي احنا فيه. هو بس كان كتاب عادي عدى عليا وانتهى، وعمري ما فكرت فيه تاني بعد ما خلصته. ما قعدتش مثلا فتره بعدها اتامل فيه وافكر في المعلومات اللي هو حاول يوصلها لي. يمكن وقت ما اتكتب هو كتب من زمان في 99 تقريبا، فيمكن المشكله كانت في ان هو كان مواكب لعصره وقتها، ودلوقتي ما بقاش عامل حاجه قوي لان الكلام ده اتدرس كتير واتقال كتير وكتب بحث. نفس فكره كتب دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه، سلسله ما وراء الطبيعه وسلسله فانتازيا وسلسله سفاري، وقت ما اتنشروا كانوا فعلا حاجه مؤثره وحاجه مغيره جدا. اعتقد سلسله ما وراء الطبيعه كانت بتتنشر بالتوازي مع سلسله جوز بامبس الانجليزيه قبل ما تترجم لصرخه الرعب هنا في الوطن العربي. ولكن انا كشخص بدأ قراءة بالعربي من فترة قريبة جدا ومسكت الكتب دي وقريتها، حسيت هي كانت فعلا حلوة وقتها، ان هي عرضت حاجات بارانورمال كتير، مصطلحات واساطير كتير الناس ما كانتش تقدر تسمع عنها زمان لعدم وجود انترنت، لعدم وجود ميديا مترجمة اكتر من اللغة الانجليزية واللغات الاجنبية. بس المحتوى نفسه لو هنتكلم عنه ادبيا هو للاسف يعتبر مش من الحاجات اللي جودتها كويسة. برغم كل ده انا ما زلت احترم واقدر دكتور احمد خالد توفيق، بقرا له كتب كتير على قد ما اقدر، ولكن القراءه دي بتتم بنظره موضوعيه اكتر عشان اقدر الشخص ده وافهم قد ايه هو فعلا اثر في قراءه الشباب وخلى ناس كتير تحب القراءه ما كانتش هتقدر تحبها غير بالطريقه دي. قولوا لي في الكومنتس في كتب قريتوها السنه دي حسيتوا ان هي احبطتكم، مش بالضروره تكون اوحش كتب قريتوها في السنه، بس كتب كنتوا حاطين لها توقعات واكسبكتيشنز كتير قوي وللاسف الكتب خيبت التوقعات دي. هل في بينا حاجات مشتركه حتى لو ما قريتوهاش السنه دي؟ مهتمه اعرف كل ده في الكومنتس. انا اريش، انبسطت قوي اني كنت معاكم النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.